الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم حول خطبة النساء، يعني تذهب وتخطب بنت وتتزوج معها. السنة الإسلامية كيف يكون الخطوبة، وما الآداب وما الأخلاق وما الحقوق. بشكل بسيط سنتكلم عن هذا. والخطوبة شيء أمر قديم ليس مختصا بالإسلام، كان عادة بشرية. نحن حينما نقرأ السيرة النبوية نرى بأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تزوج بسيدة خديجة ذهب الأقارب وقالوا نريد أن نطلب بنتكم لابننا. أبو طالب مع سائر الأقارب ذهب وطلب. إذن هذا أمر بشري، شيء طبيعي، ولكن الآن اختفى هذا الأمر. لا أدري هل هذا علامة التقدم أو علامة التخلف، لا أدري، ولكن أولا كان هناك احترام للأسرة، للأب والأم والعائلة والشرف. يذهب ويطلب البنت، وبعد ذلك إما الموافقة وإما عدم الموافقة. أما اليوم فالأمر تغير، نرجو الله السلامة والعافية. بله قالوا بسلمانا كاش خواستن یا قیز خواستن اویا تشتکی جبره دا تشتکی انسانی بو، برای عادتکی بو، نه اسلامی بی تشتیانیه. اسلامی که ام بجن ترتیب کرد، ولكن برای اسلام دا بی قانونی بهیه دچون کشات خواستن. ام تبدما که حیاتا پیغمبر جید خواهین صلی الله علیه وسلم ام دزان وقتا که چوب حضرت خدیجه را بزوجه چون جیرا خواستن و مالبات چو، یعنی اویا قانونکی کونه، قانونکی انسانیه، قانونکی اخلاقی تشتكي خوشت احترام بدي جنه تهرج مالا باوي رابيجي اماتنا كچاوج لا خورات خوازن تشتكي پر خوشه. ولكن ايرو نما يبيا خدي ولا رحمه، يعني او هورا گنج و كچ و خورد قرار خودن صافيت كن او داويش باورات بيجه مسافي كره اوج بسر چعبه وكيد تشكيد نتنه. طيب من تباح خطوبتها، يعني من نتزوج الذي يجوز للإنسان أن يتزوج بها شرعا يجوز له أن يخطبها، والذي لا يجوز لنا أن نتزوج معها شرعا لا يجوز للإنسان أن يخطب ويتزوج معها. هذا أولا. الأمر الثاني ألا يسبقه إليها بخطوبة شرعية، أي إذا كان هناك بنت وذهب رجل وطلبها وأبو البنت والبنت وافقوا على الزواج، قال خلاص نقبل أن تتزوج، يحرم على رجل آخر أن يذهب ويطلب هذا البنت، يحرم إلا أن يرجع الرجل أو هي ترجع عن كلامها وتفسخ هذا الخطوبة. إذا لم يفسخ شرعا يحرم على الإنسان أن يخطب على خطوبة أخيه. هذا فلنعلم هذا. كچا كود ام كيزا كچ دكارن هرني بخازن او كچا كود اسلام دا ام دكارن بيرا بزوجن، يعني اوي كنت نكاري بيرا بزوجي دياتا خشكاتا خاتيكاتا متاتا وانا ندرستن او جنا كنت دكاري بيرا بزوجي شرعا تهري وي كچا هاني بخازي ابيا يك اواد دويا كچا كي اگر ظلامك چوبه خواسته به مالباتا ويجي قبول كربن كچا قبول كريه اف كچهانه حرامه امرن جارك هادي جاكي دي رب خازن چنا بشرعا حتى كظلامه كيدي، يعني اف ظلام بيجا از ناخوازم ياجي كچ بيجا از ناخوازم مي وقتانه درسته لي اگر كتشتك وهاتنه به شرعا اف تشتهانه ندرسته ام نكارن كچكي هرن بخازن برابيات عقل مدابه حرام امرن كچكا كو سوزنانه يكي هرن براب زوجه چنابه. امر اخر المعتدة كما نسميها في الشريعة، المرأة المطلقة عندها عدة، المرأة التي توفى زوجها فعندها عدة، فلا يجوز أن نقوم بخطوبة هذه المرأة مباشرة، علينا أن ننتظر إلى أن تنتهي العدة. فالعدة مختلفة، إما وضع الحمل أو 4 أشهر و10 أيام أو 3 قروء، يختلف من امرأة إلى امرأة، ولكن أي امرأة عليها أن تعتد فيجب عليها أن تعتد ولا يجوز خطوبتها. فلنعلم هذا. جنا بي ظلام، يعني أو جنا كو چه ظلامي مرية يجي هاتي طلاق دايني أو جنا هاني أم جراد بين جنا عدة روجه جماري قرى بسكنن. دي إسلام دا جنا كو ظلامي مربه
و جنا كوج ظلام خواتبه طلاق داينه حتى انك روج هنا روج ام جرات بن عده چار هی بوده روجن یا جی حتی حمله خود اینا یا جی حتی سه جرا خوینه بدین او پاقش بجرات بین عده او جنا هانی حتی کو وی عده هانی افدم هانی در باس نبه شرعا چنا به هری بخوازی یعنی ایرو ظلامی مر روجا دی یک هر بیس خوازم ترا بزوجم نه حرامه چنا به یا جی ظلامی طلاق دای بیس رو خلاص به هر یکی دی را بزوجه چنا به گره ان هندک اف عده هانی بسکنه سه هیون چار هی بوده روجن به شکل کی گره بشكل كي جرى افجنانه بسكنه مجبور چبو افجنانه چنا بكو هفته كي پشت طلاق دا هرب بزوجه يا جي بيسرو هرب بزوجه نا جرى عده خلاص بك عدوي جنا كظلامي طلاق دابه او جناهانه سه ما هو ام بجن سه عده جراد بجن يعني سه جرى خوينه بدينا باقش دبه افجنانه وظيفه اف في شكل يعني باقش ببه. طيب امر اخر قلنا يحرم الخطوبة على الخطوبة هذا شيء نحن قد فرغنا منه. طيب هل يجوز للرجل الذي يريد أن يتزوج أن ينظر إلى البنت أو لا يجوز؟ نحن لا نتكلم عن اليوم ما شاء الله كل شيء أصبح مباحا يعني يفعل كل شيء ما يقوم به الشباب الآن لا يمكن أن نرى له حلا شرعيا هذا أمر مفروغ منه يعمل ما يخالف الشريعة ولكن الإسلام يقول المرأة من حقها أن ينظر إلى الرجل إلى وجهه وإلى مشيه ربما إلى الكلام ولكن مع ناس آخر مع المحارم وكذلك من حق الرجل أن ينظر إلى المرأة إلى وجهها وإلى كفها ليس إلى أمور آخر حتى يرى الوجه الجمال ويرى هل هي ضعيفة أو سمينة أو غير ذلك ولكن اليوم اختلف الوضع ونرجو الله العافية. اليوم وضع تغير ولكن الشريعة يقول هكذا. اليوم ما يقوم به الشباب من الاختلاط ومن التعارف ومن يمشوا مع بعض إلى المطعم وإلى الكافيه وإلى السفر طويل حتى يعرف بعضهم كل هذا يخالف الشريعة لأنهم يكذبون على بعضهم. لا يمكن لرجل وإن عاشر المرأة أن يعرف حقيقتها إلا بعد الزواج هذا أمر مفروغ منه لأن قبل الزواج كل منهم من الرجل ومن المرأة يحاول أن يتحبب ويظهر نفسه جميلا للآخر لا يظهر حقيقته فبعد الزواج يظهر الحقيقة. لذلك كثير من الناس يقول لم أعرف زوجتي أو زوجي إلا بعد الزواج لأنهم كانوا يضحكوا على بعض. لذلك هذا أمر فيها غش والذي يقول نبقى مع بعض كم شهر حتى نعرف بعضنا هؤلاء عندهم نية خبيثة لا يريدوا الزواج يريدوا أن يجربوا والشيطان معهم وبعد ذلك لا سمح الله البنت هي التي تتأذى بهذا الأمر. تشتكي دي أم جوارا بيجن قالوا جماعتي كاتشاكي ما تشوخست كاتشاكي ما تشوخست افكاتشو ميري هانت كارل هف تماشاكن آننا إسلام تشتي كش مراد بيجه أجوارا تشتي إسلام يان بيجن تشتي إيرو جواني ماتكن أم بحثا ويناكن تشتي جواني ماتكن على قوج إسلام نينا إسلام دبيجه كاتشو ظلام دماكو بخازن يعني ميرو قيس كاتشو كر دكارن تماشا سر چعوه هف بكن تماشا دسته هف بكن دكارن جي كي دون رونن دانشن اوجي خشكه وان باوي وان بري وان هيكي انسان دي هبن بهبره خبردن هناكي ضراريتنا افيا درسته جنجيت كارت لازمه تماشي ظلام كجاويه چعوي هي چعويتنا كوره نكوره دراني كتنا نكتنا دكاره بمشى نكاره بمشى بري بلكي عرفوا عادتك يهبوا كچكي زوجان كچك ظلام نديت نشرعيه بيا بله بابو كاله ما كربنج نشرعيه بيا خدي وها نگوتيه ياجي ظلام كچكي نديت شوا زواجه كچكي جنكي ديت او شانسي خدا يا خوشكه يا نخوشكه ابيات تشتكي شرعي نبو ليه كربنج غلطه انا قرم قبول بكن بابو كاله ما بي تشتكي كربنج تشتكي نراسته لازم هب ناس بكن هب بدينن ليه تشتكي ايرو جينج جوانه متكن مع الاسف هيفكي بهفرد مشن دمها بهفرانه بهفرد كيفن خو بهفرد كيفن سفري بهفرد مالك دات ساكن خيره ام هف بناسن ابياجي علم وهاد بجا علم اخلاق دبي كرو قيزكي دمك بخازن هف
بجم هف ناس بکن حتی که نه زوج نه ممکنه هف ناس کن دروات کن کچه که بخوازه بگنجه که را بزوجه تماشاد که اوی گنجش چه حست که چه حسب که وید که ظلامه کش کچه که حسب که دبی وی کچه چه بخوازه زیوه کای بکم روجا دعوته روجا زواجه وای دبی والله اف ظلام نوهبو حتی آنا بله اف ظلام وهابو لدروات کر یا جی اف کچه هانه نوهبو کچ بوهابو لدروات که حیله لفت کرن اوی هم بزان بن اوی تشتکی شیطانیه براستی تکس کی بوی دم هانه بوی روجه هانه مهکی دم سیما به هر من مشهف حس کرد مشهف حس نکرد دبین که هرباش هف دستین یعنی اواکنو حس کرد اوا تشتکی نشرعیه خدای جبی تشتی قبول ناکه لما على ساف ایرو اف شیطان یعنی درکتیه لی خدای ما بپارزه. امر آخر علينا ان نلاحظ يحرم الخلوة بالمخطوبة يعني المرأة وإن خطبتها وإن أخذت الوعد من الأب ومن الأم بأنك ستتزوج معها ما دمت لم تقم بعقد النكاح فلا يجوز لك أن تجلس معها لوحدها ساعة ساعتين ثلاثة والناس بعيدون عنك هذا لا يجوز وإن كان الناس يفعلون هذا فهذا يفتح باب للفساد الكبير. كثير من الشباب من النساء الأهل سمحوا لهم بهذا وهم عاشوا مع بعض وربما قام أو عاملها معاملة الزوج يعني معاملة المعاشرة الجنسية وبعد أيام يقول لا أريدها وهي أصبحت امرأة مطلقة وليست بكر لأنها نامت معه وهذا الرجل كما نقول باللغة العربية قام بهتك عرضها وتركها هكذا هي أحيانا تبقى حاملة وأحيانا بدون حمل ولكن خلاص إذا فتحنا هذا الباب النتيجة يكون الفساد والدمار. تشتكي دي أميجي بيجن دي إسلام دا دين متبجه حرامه كتشو خورت دما بكردية خد بيجن نشان نوصا وقت صوص دانه هبي يعني قصير كي كرنا دستيوان ليجا نكاح نكرنا دبي او وقت هاني حرامه بانا بسري خوب كيفن مالكي غرفكي تشولكي هرم سري غير نسكن لورا داويه وخرابيه قالك انسان بفي نيته خاني على صات برهب ناس بكن ايزن ددن اوان جحيلا جهيدي دي شيطان يجدي جوان شكون خد ابيكو في تشتبك يعني كي ايمانه ضعيفه يعني بهفراد من روكي دوس شيطان جوارا تشد كه في تشتي سفكت كه حتى بهفراد كيفن خو كتشكانه دي نابه كج شو خلاص ابگی اینجی هانه جی شون ایمانای که مش خدا ناترسه پشت مهکی یا بیسرو کیفا خلاص که شیطان جی جرا بیتشته هانه کر داویت بهش از وی کچانه ناخوازم وقتی گوگو از وی کچانه ناخوازم هدیه بیا نکچه اویا دی جنی و مع جان جوها خراب به جان جانی درته به حملت چه به جان به حملت نباش جار کی مالای خراب و خلاص بکراب زوجه یعنی جبروی هوا اسلام بهجا امان آگهدار بن في خرابيانه نكن ابيا بلا ومصيبتك يا آگهدار خوبن اجا خدا ما و اتبع ما بحافظه ببارزه ان شاء الله بتشتكي وهانكن نرجو الله العافيه لشبابنا نرجو الله ان يحفظهم ويسترهم وان يرزق الشباب والشابات ازواج صالحين وزوجات صالحات ان شاء الله وان يسد عليهم ابواب الفساد نرجو الله الاستجابه وفلنحاول ان ندعو لشبابنا دائما بهذا الدعاء ان يطهر الله ظاهرهم وباطنهم وأن يحفظ فروجهم ذكرا وأنثى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجو حار